ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ولا مش بخير، انا مالي، هي فرقت مع حد قبل كده؟ بس تفرق معايا. لو عجبتك الحلقه شيرها في كل مكان، واعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك اعمل لايك ومتابعه. ونبدا الحلقه. النهارده هكلمكم عن سفاح الجيزه، واحد ظريف خفيف هناك كده اللي بيقعد يعلق كتير ويقعد يقول لي سفاح الجيزه بقى المسلسل يوه، وانا اتفرجت عليه وجميل. لا مش المسلسل ولا المسلسل ولا احمد فهمي، انا هكلمك عن القصه الحقيقيه. القصه الحقيقيه تخليك تبص المسلسل بمنظور ده مسلسل كوميدي، يعني مش هيخليك تبص له على انه مسلسل حقيقي، لان القصه الحقيقيه هتنقلك لواقع وان الانسان الشراني اوحش من الشيطان، وان النفس لو اتسلطت عليك يعني هتوديك في داهيه، مفيش هزار. بدأ قصتنا الحقيقيه النهارده اسمه القذافي فراج. بدأت قصته ان هو قاعد قال لك انا عايز افتح مشروع، ففتح مكتبه زي اي مواطن صالح. قعد يفكر كده ويقول لك طب المكتبه محتاجه ايه؟ محتاجه بنت معروفه. قام جاب بنت قال لها تقعد معاه في المكتبه، وقفت معاه في المكتبه، عجبتها، نشأت بينهم علاقه خفيفه لطيفه كده. المهم قاعد في يوم في المكتبه لقى بنت داخله عليه، قال لها انت مين يا اموره؟ قالت له انا اخت البنت اللي هناك دي. قال لها انت عندك اخوات حلوين كده؟ وقرر يتعرف عليها. المهم اتعرف على البنت وحب يبقى في بينهم علاقه زيها زي اختها. رفضت، انا اول مره اشوف حد محترم كده، انا هتجوزك يا بنت. المهم اختها عرفت، قالت له طب والعلاقه اللي بيننا يا كزوفتي؟ قال لها يا روح قلب كزوفتي، هذه نقره وهذه نقره. قالت له لا وربنا نفضحك. قال لها لا خلاص انا تبت الى الله. بقول لك ايه، تيجي نهاتي ونجيب عبادي؟ قالت له يلا يا حبيب قلبي. قال لها خلاص هستناك النهارده بالليل في الشقه. شقته كانت في بلاد دكرور وكانت دور ارضي. راحت له الشقه، كان عمنا القذافي محضر صينيه بطاطس جميله لطيفه ورشش جواها، لا مش ملح يا خفيف، رشش شويه سم على موسم كده، حاجه كده يعني تمشي البطن، يعني ايه، حاجه حرشه جنب الاكل. المهم قالت له ده وقت اكل يا جزوفتي. قال لها يروح قلب جزوفتي، لازم يبقى في بينا عيش وملح، لازم تاكلي كده وتتغذي عشان تربربي وتبقى حلوه. قالت له خلاص ماشي. البت كانت الاكل من هنا وبدات اعراض السم تبان من هنا. يسيبها بقى عم الكذافي كده ويقعد يتفرج عليها وهي بتموت ازاي، يجيب آلة حادة ووب ومظرفها على قفاها، البت تقع تموت. يقعد بقى عم الكذافي يفكر ويقول لك طب اعمل ايه؟ اوديها فين دلوقتي؟ اوديها فين؟ انا عندي جوازه ولازم تتم. افتكر ان شقته دور ارضي، قال لك طب ما هي المقابر وشقتي ايه؟ ما هو واحد. قام قلع البلاط وحفر حفره على قد البت ورفع مقاساتها بسرعه ودفن البت على عمق 2 متر وردم الحفر وبلط البلاط وما سابش وراه اي حكايه. وقام خد دشه ولبس واستنضف كده ورش برفانه وطلع على شقه امها على طول. لا مش راح يبلغها، يا ريته هو راح يبلغها، ده راح يخطب اختها. المهم دخل سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا جاي اتقدم لبنتكم وانا ادخل راسه ومية مية. وقلت ايه؟ قامت امها على طول جميل جميل. ولسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم عشان يقروا الفاتحه، امها قالت بسم الله. ايه ده؟ في حد ناقص في البيت؟ ده انا ليا بنت تانية يا ابني. هي فين؟ انا مش قاريه فاتحه البت غير اما البت التانية تيجي، لازم تفرح باختها. قال لها يا حاجه طب نقرا الفاتحه وما تيجي هي تقرا الفاتحه لوحدها؟ قالت له لا مستحيل. المهم البت اتاخرت، قالوا نطلع ندور عليها. راحوا لغايه اسم الجيزه. السلام عليكم يا حضره الضابط، بنتنا مختفيه. قال لهم ما ينفعش تقدموا بلاغ غير بعد 48 ساعه. قام الراجل قال لهم خلاص نستنى 48 ساعه ونقرا الفاتحه. المهم البت بتاعتي قالت له خلاص البت بتاعتك دي مراتك يالا. المهم الراجل خد بعضه وروح البيت، مسك موبايل نديم دي اللي هو قتلها من شويه عشان ما تتوهوش مني. المهم مسك موبايل نديم وبعت لابوها يا بابا انا هربت مع واحد لدبي عشان احقق حلم حياتي التمثيل. ابوها قرا الرساله من هنا وقال الفجرة وربنا بقى ندور عليها تاني. طب يا حاج البت نعمل محضر بس ان هي متغيبه. قال لها مستحيل، دي فجرة ما ينفعش ندور عليها، وتعالى يا ابني نقرا الفاتحه. قال له خلاص ماشي يا حاج. المهم قروا الفاتحه واتجوزوا، وبعد كام شهر كده اتطلقوا. المفروض بقى عمنا القذافي يروح البيت يبص للحفره كده ويقول لها يا ريتني ما قتلتك، اختك ما عاشتش معايا، انت كنت احلى واحده عايشه معايا. لا خالص، قعد يجهز نفسه لايه؟ لمصيبه جديده. قعد يفكر كده يا واد يا قذافي اعمل مصيبه ايه، يا واد يا قذافي اعمل مصيبه ايه. فافتكر واحد صاحبه من ايام الطفوله اسمه رضا، كان مسافر بره البلد وكان تقريبا عايز يرجع يعيش في البلد تاني، فكان عايز يفتح مشروع. اتصل عليه قال له يا عم رضا. قال له يا قذافي. قال له يا حبيب قلب اخوك انا لقيت لك مشروع العمر.
بص هتلم من ورا ارباح كده، وممكن تقعد عندك وانا اديرهولك من هنا وابعت لك ارباح. قال له يا عم الكذافي يعني ده شقى عمري. قال له عيب عليك يا صاحبي هخلصك. قال له خلصني، وما كدبش خبر. قال له ابعت لي فلوس عشان ابدا المشروع. رضا بعت للكذافي فلوس. شويه ويقول له ابعت لي فلوس عشان المشروع محتاج فلوس. رضا يبعت له فلوس. قال له بقى يا رضا لازم نسجل الشركه دي. قال له طب الحل ايه؟ قال له تعمل لي توكيل عام. قال له كذابي ما تهرجش. قال له عيب عليك، ده انا صاحب عمرك يا جدع، ده احنا اصحاب طفوله. قال له خلاص هعمل لك ايه؟ التوكيل العام. عمل التوكيل العام لعمنا القذافي من هنا، وعمنا القذافي باع لنفسه كل حاجه من هنا. لعيب. فاتت الايام والليالي، وبعدين عمنا رضا قال لمراته ايه؟ بقول لك ايه؟ انا هوصل لغايه مصر، الم ارباحي في شوال عشان مفيش بنك يرضى يشيل الفلوس دي كلها، المها في شوال وتاني جاي على هنا على طول. وما عرفش عمنا مين؟ الكذافي. كان في نفس الوقت عمنا الكذافي هنا قرر ايه؟ ان هو يلم حاجته ويغير. ولسه بيلم حاجته وفلوسه في شواله وبيفتح الباب، لقى عمنا مين؟ عمنا رضا داخل عليه. يسيبه؟ لا. يسيبه ازاي؟ ولا يهرب منه؟ ازاي؟ لا، يقول له خش يا رضا. دخل رضا قال له يا عم رضا قبل ما تلم ارباحك في شوالك لازم تدوق صينيه البطاطس اللي انا عاملها لك بايدي دي. يا عم الكذافي يلا مفيش وقت، انا عايز الحق اسلم على امي عشان طيرت بعد ساعتين. قال له ربنا لازم تاكل صينيه البطاطس دي. المهم رضا كان صينيه البطاطس، السم اشتغل. عم الكذافي يسيبه؟ ما ينفعش، موهبه يا جدع. راح شد آلة حاده وزيو ظبط رضا، وبص عادين كده وقال لها جبت لك عريس، تاخري كده خدي ايه اخوكي جنبك. وحفر الحفره تاني ودفن مين؟ رضا. شويه وبدأوا اهل رضا يدوروا عليه، فسألوا مين؟ الكذافي. يا ابني ما شفتش ابننا؟ قال لهم والله ما شفته يا حاجه، جه لم ارباحه في شوال ومشي. وقبل ما يمشي يا حاجه عشان تبقى عارفه باع لي الشقه دي، كانت شقه تانيه يعني ايه ملك رضا. خدها الكذافي طبعا بالتوكيل العام اللي انتوا فاكرينه. قال له طيب يا ابني، وقعدوا يدوروا على الواد مفيش. الكذافي قال ايه؟ انا لو فضلت كده هتكشف، اعمل ايه اعمل ايه؟ قام مسك موبايل رضا وبعت رساله لامه وقال لها يما انا كنت ماشي وجاي لكم وكان في مظاهره مسكوني فيها وانا دلوقتي ما اعرفش انا فين. قعدوا يلفوا يلفوا ومفيش لغايه ما فقدوا الامل الا اخت واحده بس من اخوات رضا قالت والله لا الاقيه. كان الكذافي بدا يحس ان ممكن ينكشف، فعمل ايه؟ قال كده كده رضا اختفى، فانا اروح ازور لي ايه بطاقه باسم رضا واخد اسم رضا بالمره. يعني هو خد ممتلكاته وخد اسمه، كان ناقص ياخد مراته. المهم عمنا الكذافي راح اتنقل وقعد في شقه مين؟ رضا. فاتجوز واحده اسمها فاطمه عادي زي اي واحد عايز يتجوز بقى ويستقر، خلاص سرق وقتل فاضل يتجوز. راح جاب فاطمه ديت وبعد 6 شهور قتل. في سيناريوهين للموضوع ده. السيناريو الاول بيقول ان فاطمه عرفت ان هو منتحل شخصيه حد تاني وان هو مجرم فحب يتخلص منها وقتلها. والروايه التانيه بتقول ان فاطمه ديت ساعدته على النصب، يعني كانت بتروح تقول للجيران بقول لكم ايه، انا جوزي بيستثمر الفلوس، تجيبوا فلوسكم وجوزي يستثمرها. ولما الجيران بدأوا يضيقوا الموضوع عليها وبدأوا يرخموا عليها عملت ايه؟ راحت قالت له ان الناس عايزه فلوس وقعدت تزن، وهو ما بيحبش الزن، قام حضر لها نفس صينيه البطاطس بعد ما ماتت دفنها جنب اخواتها. فقرر بقى يروح اسكندريه عشان ما يوجعش دماغه. راح اسكندريه اشتغل ايه هناك؟ فتح محل كهرباء، يتوب بقى ويحمد ربنا، ما عندناش الكلام ده. فتح محل كهرباء، واحده معديه قال لها بقول لك ايه تيجي ونجيب مليجي؟ قالت له نيجي على طول. المهم اتعرف عليها قال لها بس انا معيش فلوس اتجوزها. قالت له انا عندي شقه هناك كده قديمه هبيعها لك ياض وخد فلوسها واتجوزها. راحت للشقه وباعتها واديته فلوسها، قعد يتهرب منها. ما يتجوزها عمنا الكذافي، ما هو عارف الطريق هيقتل ويدفن. المهم تقريبا كانت شقته مش دور ارضي هناك في اسكندريه. المهم قالت له انا عايزه فلوسي. قال لها عايزه فلوسي ليه يا حبيبتي؟ ما انا هتجوزك. قالت له لا انت نصاب ونصبت عليا. قال لها بصي انا معيش فلوس، تاخدي فيها بضاعه. قالت له اعمل ايه بالبضاعه؟ قال لها ما هو ده اللي عندي. قالت له لا خد بضاعه. قال لها طب تعالي بينا على المخزن. راح بيها على المخزن قال لها شايفه البضاعه دي؟ قالت له قال لها وربنا ما انت واخداها. وانزو ظرفها ظرفه قتلها وقام دفنها جنب بضاعتها وقال لها اديكي خدت البضاعه اهي قدامك مش هتطوليها. طلع بره، طبعا ما تنساش ان هو اسمه رضا دلوقتي، وقعد يلف 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 لغايه ما وقع على مين؟ دكتوره صيدلانيه. ابوها كان مستريح شويه، كان معاه قرشين يعني، فقال هي دي بقى خلاص انا هختم بيها حياتي. اتجوز الدكتوره الصيدلانيه، يقعد ساكت بقى ويحترم نفسه. مفيش، جه يوم اتزنق، انا اعمل ايه اقتلها؟ لا مش هينفع دي، اقتلها ازاي؟ دي ام عيالي، ما هو خلف منها. قال لك بس
ابوها عنده فيلا فيها فلوس، انا ههب على الايه؟ على الفيلا. بس قعد يفكر اخش الفيلا ازاي، فكان عندها اخت ملقبه. قال بس ما فيش غير دي، انا هتلقب واخش، وحتى لو كده البت دي تلبس الايه؟ القضيه. وفعلا قدر يخش الفيلا وسرق من الفيلا 750,000 جنيه وخرج. الراجل اكتشف السرقه، راح راجع الكاميرات اللي حوالين الشارع واللي في الفيلا، لقى واحده منقبه دخلت بشنطه وخارجه بنفس الشنطه بس مليانه. قعد يتابع 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 لغايه ما لقى الست اللي لابسه النقاب دي دخلت بيت، وفضل قاعد مستنيها كده. خرجت من البيت مين؟ عمنا الكذافي اللي هو رضا دلوقتي. قعد يبص، يا نهار اسود، ده راح بقى اتمسك عمنا مين؟ الكذافي، بس باسم رضا، فاتعمل له محضر باسم مين؟ رضا. خد سنه سجن، وهو في المحكمه يقعد ساكت بقى وياخد السنه ويسكت. لا ازاي؟ يحاول يهرب، هو القاضي قال له انت تهرب مني انا يالا، قام اداله 3 شهور اتحبس. فاكرين بقى اخت رضا اللي كانت مصممه تدور عليه؟ اهي دي لسه بتروح الاقسام وتدور عليه في كل حته، لغايه ما حد قال لها ده اخوك رضا معمول له محضر في اسكندريه ان هو حرامي. قالت له اخويا رضا ما يسرقش ابدا، انا لازم اجيب. طلعت على اسكندريه، قالت للظابط يا حضر الظابط انا عايز اشوف اخويا وحيد ما في ماليش غيره، وقعدت تعيط. دخل عليها مين؟ رضا اخوها. قالت له دي مش رضا اخويا، ده الكذافي صاحبي. قال لها الكذافي؟ انت بتشغلني يالا؟ شغل الظابط والمحامي، يا نهار ده انت هتتنفخ يالا. وقاموا خدوه وبداوا يعملوا تحريات عليه، وقعدوا يضغطوا عليه انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ لغايه ما اعترف ان رضا فين؟ في قلب الحفر، بس ما قالش عن الاثنين التانيين. فضغطوا عليه اكتر، انت اكيد وراك جرايم كتير. قعدوا يضغطوا عليه يضغطوا عليه لغايه ما اعترف بجرايمه كلها. ساعتها عمنا الكذافي خد 3 اعدام و2 مؤبد، لغايه ما قصته بدات تتجسد فيلم. اتعب بقى انت لغايه ما قصتك احمد فهمي يعملها مسلسل جديد. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتتابعنا على وسائل الاجتماع كلها لو كل ما تشوفنا يعني. ولو شفتني وعجبتك الحلقه يا ريت تشيرها. سلام.